انا عايز اقول لكم ان انا مش بعمل كده ببلاش، بجد مفيش حاجه ببلاش والله. ازيكم عاملين ايه؟ نزلنا النهارده كارفور عشان نجيب الحاجات الحلوه اللي هنوزعها عليكم عشان نفرحكم. واللي نفسه في حاجه معينه يكتبها لي في الكومنتات وانا عينيا ليكم بجد هجيبها له لحد عنده. وانا بجيب الشوكولاته بقى افتكرت سؤال اتسال لي كتير جدا، هو انت بتعمل كده ليه؟ وايه المقابل؟ انا عايز اقول لكم ان انا مش بعمل كده ببلاش، بجد مفيش حاجه ببلاش والله. انا باخد مقابل، ومقابل كبير جدا على فكره. انا باخد المقابل من ربنا. تخيل تتاجر مع ربنا، هو في احسن من كده؟ ما اظنش فيه. ده من اعظم العبادات، عباده جبر الخواطر. دي بقى كانت اهم حاجه. اما بقى بالنسبه للحاجه التانية، عشان انا بحب الصراحه، انا كان من فتره كبيره نفسي اعمل محتوى، وفي نفس الوقت المحتوى ده يكون محتوى هادف يفيد الناس وما يكونش اسفاف وخلاص يعني. ثانيه واحده بس. فجات لي بقى الفكره، والحمد لله بفضل ربنا قدرنا نفرح ناس كتيره قوي ونجبر بخاطرهم، وده كان الهدف بتاعنا. وان شاء الله مكملين بدعواتكم الحلوه لينا وبدعمكم لينا وبالكلمه الحلوه. دي كانت اجابه سؤال انت بتعمل كده ليه وايه المقابل. ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبولي في الكومنتات وانا هرد عليك فورا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى دعواتكم الحلوه اللي بتشجعنا نكمل، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزالك كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون له في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزالك كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون له في قلب الناس تأثير كبير. مد ايديك معايا، مفيش مقدرش مفيش كفاية، فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هي